أهلا وسهلا بكم في وصفة من الحلويات الزمنية الليبية القديمة. قلب اللوز. كانت هذه الحلويات مشهورة جدا زمان. نبدأ بمكوناتها ونحكي لكم عليها. عندي نص كيلو سميد أو سمادينة وكوبين من الحليب. الحليب بيكون كامل الدسم، وعندي كوب وربع من السكر ندوبهم في الحليب زي ما نشوفوا، إن نحركهم باستمرار إلى أن يذوبوا. قلب اللوز، وحطينا ملعقة صغيرة، ملعقة شاي صغيرونة من الكربونات. هذه قلب اللوز فيها أسرار، من الوصفات البسيطة جدا ولكن لها أسرار. من أسرارها أنها ما فيهاش زيت، ما فيهاش زبدة، ما فيهاش بيض، ما فيهاش خميرة حلويات بيكنج بودر. ونخلطوا الحليب والكربونات والسكر مع السميد بشكل جيد جدا بحيث يذوب السكر، ونغطوها ونخلوها ليلة في الثلاجة. هذه النقطة مهمة جدا هي باش نتحصلوا على قلب اللوز زمنية بالطريقة القديمة، الطريقة الليبية القديمة. وهذا تاني يوم بعد ما طلعت صينية السميد المخلطة بالسكر وبالكربونات وبالحليب. وصفة ممتازة جدا، والوصفة الأصلية يعني بسيطة ومكوناتها سهلة. ناخدو صينية، عفوا ناخدو طاجين. أنا خديت طاجين الشريف ما يلصقش نهائيا. وناخدو ملعقة صغيرونة من الطحينة وندهنو بها ملعقة صغيرة طحينة ومعها زبدة، ندهنو بها الطاجين. وناخدو خليط السميد والسكر والحليب اللي بيتناه ليلة في الثلاجة، وهذا تاني يوم ونطرحوه في الطاجين. نبوها قلب اللوز غليظة عالية هلبة، نبوها رقيقة زي ما نحبه، هي طبعا تكون وسط. ونطرحوها بشكل متساوي. وفي هذه الأثناء نكونوا احنا واخدين اللويزات وسالقينهم 5 دقايق ومقشرينهم ومنحين منهم القشرة. وبعدين نقسم من فوق هيك الطاجين أشكال بحيث ندير أصابع متساوية، أصابع أو أشكال قلب اللوز المعروفة. وناخد اللوزات بتاعنا اللي سلقناهم ونقعتهم شوية أنا في مية زهر، ونحطوهم فوق المربعات أو المستطيلات الصغيرة اللي درناها، وندخلها الكوشة من فوق وتحت. وبعدين نجهز الشربات متاعنا: 3 أكواب من السكر، و آه، كوبين و3/4 كوب من المية، وعصرة ليمونة. نخليهم يغلوا كويس إلى أن يصبح لونهم ذهبي. وبعدين ناخد الشربات ونصبها. قلب اللوز تكون باردة أو دافية بسيطة، ما تكونش باردة مجمدة، تكون هيك بردت كويس. وقلب اللوز دافي أو سخون، ونصبها فوقها. والأفضل إن هي تقعد ساعتين 3 4، كل ما قعدت كل ما يكون أحسن. زمان كانوا يوتوا فيها قبل العجينة قبل بليلة زي ما درنا، يخلوها في الثلاجة، وتاني يوم زي المقرود يعسلوها ويخلوها تبات ليلة حتى هي تانية، ويطلع قلب اللوز بالشكل المتعاهد والمعروف، متماسك ولونه هيك زي البندق ذهبي غامق، يكون ما يكونش زي البسبوسة، البسبوسة التوة اللي هي زي الكيكة هذه الخفيفة نديروا لها في البيض. فقلب اللوز هذا من حلويات زمان، حلويات جدادنا. يعني فعلا كان يزين رمضان، وكان ينباع في الشارع، يجي الراجل بالعربة هيك بالكروسة يبيعوا فيه قلب اللوز. من الوصفات الرائعة جدا وبسيطة واقتصادية جدا جدا، وتدوب في الفم، ومن الحلويات اللي كل ما قعدت كل ما تزيد تحلى، كل ما تكبر تحلى. إن شاء الله تكون الوصفة الزمنية عجبتكم. الوصفة الليبية الطرابلسية هي أعتقد من طرابلس، من المدينة القديمة، من أمهات الحلويات تعتبر. نتمنى تجربوها خاصة في رمضان، سهلة، وزي ما قلت كل ما تقعد تاخد طعمتها حلاوة يعني مش عادية، خفيفة جدا يعني. نعيا لغدوة نمدح فيها ونشكر فيها قلب اللوز. وإن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم،
ونبي بس تجربوها وإن شاء الله تعطوني رأيكم، شوفوها على قرب كيف محلاها. نشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة.